ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم امي وارحم ابويا واجمع ما بينهم واسكنهم الفردوس الاعلى. بصوا حبايبي، انا هنا نزلت السوق زي ما قلت لكم. انا خلاص قلت انزل السوق بقى. اخر فراخ عندي كنت خلصتها من الفريزر، قلت انزل اجيب غيرها. انا بحب الاكل في الفريزر قوي، بيسهل عليا. يعني حتى لو مش ناهضه اطبخ بطلع من الفريزر، وابسط حاجه خالص بسقط في الشوربه. يعني بيبقى الاكل سهل جدا وبيسهل عليا، بالذات ان انا معايا اطفال وببقى عايزه يعني يعني بيبقوا عايزين مجهود مني يعني. نزلت بقى جبت الفرخة اللي انا قسمتها نصين، دي كانت 2 كيلو و100 جرام. كنت جايباها ب200 جنيه. والفرختين دول كانوا صغيرين اللي هما بيتحشوا. جبت الفرختين ب135. دول بيتحشوا رز وبيتعملوا كده بالخلطة وبيتعملوا شوربة كده، بيبقوا حلوين قوي. انا مش عارفة لسه، يعني ناوية اعمل واحدة محشية وواحدة بطلعها واقطعها اعملها كنتاكي. مش عارفة اعملها كنتاكي ولا اعملهم الاتنين محشيين، دي في يوم ودي في يوم، مش عارفة. فهنا حطيت بقى كل فرخة في كيس وكل نص فرخة في كيس. عملوا معايا 4 أكلات فراخ. وجبت كمان ب30 جنيه كبدة مجمدة وعنتها في الفريزر. قلت لما اجي اعملها، انا ما عنديش حد بياكل الكبدة خالص غيري. يعني انا ما عنديش حد بياكل الكبده خالص غيري انا. فجبت ب30 جنيه كده، قلت لو نفسي هفتني عليها ابقى اطلعه اعمله. يعني هو ممكن يقعد عندي فتره طويله، لان انا ممكن يعني مش مغرمه كبده انا كمان بصراحه. هنا بقى قلت اعمل اكل ايه. قلت خلاص هعمل شويه مكرونه حمراء وهحمر جنبها شويه سمبوسه وخلاص. كان عندي في الفريزر اخر يعني نص صدر. مش يعني الصدر بيبقى فيه 2، لا هو هو كان واحد، يعني فاضل عندي هو واحد. فخدته فرمته في الكبة وفرمت له 4 بصلات وحطيت معلقة سمنة وعصقته زي اللحمة بالظبط. اتعاملت مع صدر الفرخة ده زي اللحمة بالظبط. عصقته بقى بالبصل بصل البودر والثوم البودر ورشة قرفة ورشة ملح ورشة فلفل اسمر. وسيبته بقى لما استوى معايا. هنا بقى البوتاجاز، انا كنت عامله كركريه، وكان الكركريه نازل على البوتاجاز وكان عايز يتغسل، بس انا كنت مسافره امبارح. ويا جماعه انا جايه مهدوده خالص، انا والله بتكلم مش دارينه بنفسي. المشوار كان صعب والطريق صعب وتعبت اخر تعب، ومحمد ابني تعب مني. دي شطه حمرا هنقلها في علبه صغيره عشان العلبه دي كبيره قوي وزحمه الفريزر. فهصغر العلبه دي شويه وهسخن شويه ميه معاكم عشان اغسل المواعين. نرجع بقى لموضوعنا. بصوا حبايب قلبي، هرجعهم بقى تاني الفريزر. دي برطمان فيه فلفل اخضر مفروم في الكبة، وبرطمان فيه فلفل احمر. الصدر بعد ما عملته عمل معايا 3 اكياس سمبوسة. عملت كيس اللي هو الصدر الواحد اللي انا بحكي لكم عليه، اللي هو يعني يعتبر ربع بانيه. الربع البانيه ده عمل لي 3 اكياس، كل كيس فيه 12 واحدة. فعندهم في الفريزر بينفعوا قوي مع مكرونة. بتحطي لكل واحد طبق مكرونة وعليه سمبوسة، يعني بيوفر في الميزانية. لو انت عايزة تعمليها تزويدة جنب الاكل عادي زي مقبلات، بس احنا بنعملها زي وجبة اساسية جنب الاكل، علشان يعني ايه تشيل في مصروف البيت والدنيا تمشي، لان بصراحة الدنيا غالية قوي. هنا بقى عملت شوية مكرونة وكل واحد ياخد طبق مكرونة وعليه ايه سمبوسة وياكل وكده. هنا بقى يا حبايب قلبي، انا كنت معلقه على الغسيل وقلت اغسل المواعين كده جنبي وانا بغسل. يعني كنت خلاص خلصت الاكل وعينت الفراخ فرستها. اليوم ده انا تعبت قوي لاني كنت داخله على دور برد، وكنت حاسه ان انا يعني خلاص انا هقع من طولي والله العظيم. فقلت لا كملي شغلك، عشان ايه يعني. يعني انا بعمل الفيديو ده يوم الاربع، وكان بكره الخميس في سوق تاني لازم انزله، يعني سوق الخضار بقى. ما هو انا مش بجيب الفراخ يوم الخميس، انا بجيبهم قبل الخميس عشان انضفهم وارميهم في الفريزر، علشان اعرف انزل سوق الخميس برضو بجيب، وبيبقى فيه دربكه زي ما انتم شايفين كده. فقلت ايه لا اجمدي وقومي وشوفي اللي وراكي.
فهنا بقى انا بعمل حاجتي كده سريع سريع. والله يا جماعه انا يعني اليوم ده اتشلوحت جدا. انا مش هقول لكم ان انا اشتغلت كتير ومش عادي خالص، غسلت المواعين وعملت الاكل وغسلت الهدوم، بس انا تعبانه، الطريق مجهد و... ومشيت كتير قوي على ما اخترت هدوم العيال وجبت الهدوم ومش عارف ايه. وكان معايا محمد، ومحمد اصلا يعني محمد لوحده مشكله، والله محمد لوحده مشكله. هنا بقى يا حبايبي بعبي كده بقى اكل للعيال زي ما انتوا شايفين. هم حبوا السمبوسه قوي، هي لو كان فيها جبنه كانت بقت احلى كمان، بس هي والله كانت جميله قوي وكانت سخنه وجميله والحمد لله كانت اكله حلوه وربنا يديم علينا نعمه يا رب ويحفظنا من الزوال للابد. والله كانت جميله جدا، وجربوها بالفراخ هتحبوها والله جميله. هنا بقى يا حبايبي انا اغسل المواعين كده، او انا غاسله كوم كوم مواعين قبل ده والله العظيم كوم. ومش هقول لكم يومين ولا 3، ده كل ده في يوم واحد، يعني كل المواعين اللي انتوا شايفينها دي والله العظيم في يوم واحد. بس يلا الحمد لله. عندي شوية حاجات يا جماعة، وعندي شوية حافظات عايزين يروحوا المغسلة، وعندي شوية مشايات عايزة اغسلهم في الحمام. انا عندي يعني بصوا، بس مش هعمل حاجة برضو، مش هعمل حاجة دلوقتي، انا هستنى شوية لان الجو وحش ومش هيلحقوا ينشفوا والعيال هتسقع. لا انا هصبر شوية. هنا بقى يا حبايبي انا خلاص اكلت، وكنت جايبة من السوق التمر ده ب40 جنيه، وجبت معجون سنان ومخمرية ب55، وجبت مكرونة سوستة قلت اجربها، ودي السمبوسة اللي انا خزنتها، عملوا 3 اكياس، كان كيس واتبقى كيسين، وازازة الخل دي ب15، وجبت كمان ب10 عسل وب10 طحين.